اليوم حبيت أسوي لكم هذا الفيديو الجميل. طبعا اليوم حبيت أشارك وياكم فرحتنا بمولد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. احنا عندنا هذا اليوم جدا مقدس وجميل، ما يصادف 15 من رمضان، هو مولد الإمام الحسن المجتبى، وكان أول حفيد للرسول عليه السلام. وكان الرسول يوزع الحلويات للأطفال، ومن سئلوا قالوا له شنو هاي الحلويات؟ قال لهم هاي هي القرقيعان، لأنه إجاني أول حفيد. وكان الرسول جدا فرحان. فصارت عندنا هاي العادة والتقاليد إنه إحنا بكل سنة 15 رمضان نسوي القرقيعان للإمام الحسن عليه السلام، ونتبارك بذكرى المولد مالته. فهنا حبيت أشارك وياكم هذا الفيديو الحلو. طبعا هنا سويت قرقيعان، طبعا أنا بتركيا، فقلت أسوي حلويات ونوزعها بالجامع بذكرى مولد الإمام الحسن المجتبى. فهنا راح أسوي زلابية. هنا أول شي راح أسوي الشيرة، طبعا هاي مو قياس، إذا تريدون تسوون قياس راح تقيسون كل كوبين شكر بكوب مي، حتى الشيرة تكون دخينة وتكون شفافة بنفس الوقت، حتى ما يتغير لونها ويصير أصفر. فتتبعون هاي القاعدة، أو حتى تسوون 3 أكواب شكر وكوب واحد من المي. راح تصير عندكم شيرة كلش مرتبة للحلويات، مثل الداطلي مثل الزلابية. طبعا وهم لازم نرشلها رشة لمندوزي بعد ما تفور عندنا، وننتظرها إلى أن تدخن. طبعا فائدة اللمندوزي حتى لا تشكر عندنا الشيرة، وتظل دائما القوام مالتها سائل. طبعا هنا هسه هاي كمية كلش كبيرة أنا خليتها على النار. هنا أنا سويتها بدون قياس، لأنه أنا متعودة أسوي كميات كلش كبيرة. فهنا تقريبا ضفت أني 5 أو 4 كيلوات شكر بهاي الجدرية. طبعا هاي جدر كلش كبير، فراح أسوي كمية كبيرة شوية حتى نوزع صديقاتنا المعارفنا، وهم نوزع بالجامع إن شاء الله اليوم. طبعا أنا حبيت أنزل لكم الفيديو بنفس اليوم، بس ما صار لي مجال، لأنه أني تقريبا بالليل وزعنا، فقلت هسه انزل لكم الفيديو. طبعا هنا راح اضيف لها هسه لمندوسي بعد ما ذاب عندي الشكر. يعني فاتر مو هوايه حار، نسبة الدفء بي كلش قليلة. راح اضيف ظرف حمرة مالت عجين ما يعادل ملعقة كبيرة. هسه راح اخلطه واتركه شوية يتخمر. لا تجيني وحدة تقول لي ليش تستخدمين ايدك، لانه جاي اسوي كمية كلش كبيرة، فلا تفيد العجانة مالت المعجنات اللي عندي، ولا يفيد الجفوف، لانه العجين راح يصير كلش هواي، وانا ايدي معقمتها ونظيفة، وراح يعني اسوي بهاي الطريقة. واحنا امهاتنا وكلنا نعجن بايدنا بدون قفازات او كفوف، فبطلوا هاي السوالف رجاء وانتبهوا على الطريقة. هسه هنا راح اضيف الطحين. طبعا هذا مو قياس، الطحين والنشا، فاني اضيفه بالكيلوات. انتوا اذا تسوون كمية صغيرة تقدرون تضيفون بقياس الجلاس او الكوب. انا راح اكتب لكم الطريقة ان شاء الله بالكابشن. ونضيف بمقدار الكمية نشا، او حتى اذا كان ازيد شوية، مثلا اذا سوينا 3 قلاصات طحين وضفنا 3 قلاصات ونص نشا، ما راح يضر، بالعكس راح تطلع كلش حلوة الزلابية. هنا ضفت النشا، ولانه كمية كبيرة راح اضيف ما يقارب نصف ملعقة مالت شاي لمندوزي وياهم. وهسه راح ابلش اعجن. هاي الطريقة. المي مو قياس معين، لانه كل طحين يحتاج له نسبة من المي. اكو طحين يكون ثقيل واكو طحين يكون خفيف، يحتاج له نسبة اقل من المي. وهسه راح اعجنها كل زين حتى ما تتكتل عندي وتتجانس. مع العجن المستمر راح تروح كل هاي التكتلات. لازم تنتبهون لانه المي ما يصير كلش دافي، حتى لا تخرب عندكم النشا.
يعني الحرارة مالت الماي تكون كلش بسيطة. شوفوا بنات العجينة تكون بهذا الشكل، تنزل بدون ما تتقطع، وتكون بهذا القوام. هسه راح اتركها تتخمر تقريبا من ساعة ونص الى ساعتين. وهسه هنا بعد ما اختمرت العجينة تقريبا ساعة ونص الى ساعتين، هنا اتخلصت من الفقاعات الهوائية، وبعدها خليتها بهذا البطل مالت الصوص. تقدرون تستبدلوه باي بطل مالت كاتشب مالت صوص او بطل مي عادي يكون شوية مرن. فهنا الشيرة عندي باردة، يعني مو حارة، إن تكون بدرجة حرارة المطبخ. وهنا ضفت هواية زيت، وبعد ما حمى عندي فترت على النار، يعني نصيت عليها، وهنا صبيت الزلابية، وبعدها نعلي شوية على النار إنه تكون متوسطة. أهم شي بالقلي إنه لازم ما يتغير لون الزلابية، مثل ما تشوفون الزلابية جدا شفافة وبلورية، إنه هذا التكنيك هو الصحيح لقلي الزلابية. ونقطة ثانية إنه تكون الشيرة ذخينة مثل ما ذكرت لكم. وإذا تردون تسوون مقادير قليلة، تضيفون كوب نشا بكوب طحين ورشة لبندوزي وخمرة مالت عجين وماء دافي، وهاي طريقتها، وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. وهنا بعد ما سويت الزلابية انطيتها لإبراهيم وأبوي وأخذوها للجامع حتى يوزعوها. ولهنا وصلت وياكم بنهاية الفيديو. أتمنى حبيتوا الفيديو واستمتعتوا وياي. لا تنسون تسوون لايك وتشتركون بالقناة، وانتظروني بفيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة. قمر جنة قمر وجهه جماله، لا لا شاله على بقلب عشق، حب الحسن واسمه نزل من الله آية وايه هايه. فرحتنا الصدق باقي حبك للأبد، غيرك ما حب بعد طاير ويجي الحس سعد. قلبه فرحان وعلي خاسه، نقلبها ونطب شيعه ونسد الدرب، صاير محبوب القلب فدوى يرحولك هلي مدفوع راس الشعب.